مساء الخير عليكم. معاكم وليد فودة، وزي ما اتفقنا هنبدأ نعمل فيديوهات الفترة اللي جاية دي تزود قيمة مضافة لحضراتكم. هنتكلم في الفيديو ده عن السيارات المستعملة، وعن ازاي اقدر اشتري سيارة مستعملة وانا مطمن، خصوصا ان الفترة دي مفيش زيرو يعتبر. محتاجين نركز النهاردة عن ازاي اشتري عربية مستعملة، وازاي اكون مطمن ان العربية دي حالتها كويسة. في الاول هطلب منكم تعملوا اشتراك للقناة، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يقدر الفيديو يوصل لأكبر عدد والناس تستفيد. يلا نتكلم عن الموضوع. في خطوات مهمة جدا 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 لازم تعملها وانت بتشتري عربية مستعملة. طبعا مش عايزة اتكلم عن مصادر السيارات المستعملة لان اكيد اغلبنا عارفينها. سنمر عليها سريعا، اما ان هي هتكون عربية حد من جيرانك او قرايبك او حد من دايرة معارفك، فبالتالي هتكون عربية في الحالة دي انت مطمن للعربية وعارف هو بيعمل صيانته امتى وفين، ويعني العربية هتكون مضمونة نوعا ما. النوع التاني ان انت بتشوف اعلان العربية على بلاتفورم من الموجودين حاليا زي OLX او منصة زي كونتاكت، او هتلاقي او اعلان على الفيسبوك. اما ان حضرتك هتكلم الرقم اللي موجود وتحاول تتواصل مع صاحبها، وهتروح هتشوف هل العربية مع صاحبها على طول او العربية موجودة في معرض. في جميع الاحوال لو العربية مع صاحبها او موجودة في معرض، لازم 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 تكشف على العربية. يعني ايه عربية سليمة؟ المصطلح ده نسبي، يعني ممكن حد يكون شايف ان هي ما تكونش رش اي اجزاء خالص فهي كده بالنسبة له سليمة. حد تاني هيقول لي لا مش مشكلة الرش الدهان الخارجي من بره مش هيأثر على حاجة طالما ان الاساسيات سليمة. حد تالت هيقول لي طالما العربية ماشية وبتدور وما فيهاش مشكلة خالص فهي كده بالنسبة لي سليمة. طبعا الكلام ده محتاجين ان احنا ننظمه بس شوية. لو قسمنا العربيات المستعملة لكلاس A و B و C، فاحنا هنقول العربية الكلاس A هي العربية فعلا اللي ما فيهاش اي دهانات من بره، واللي حالتها كويسة جدا، واللي هي غالبا هتلاقيها في السوق بسعر اعلى شوية من المعتاد. يعني لو اتكلمنا على عربية مثلا ولتكن موديل 2020، والعربية دي ماشية 30,000 كيلو ومش رش أي حاجة خالص، وواحدة تانية زيها بالظبط 2020 وماشية 30,000 كيلو من نفس البراند طبعا، بس رشة زي ما بيقولوا أجزاء خارجية. طبعا من غير نقاش حضرتك هتلاقي العربية الفابريكا بالكامل سعرها أعلى من التانية. فكده احنا قلنا ده كلاس A اللي هي الفابريكا بالكامل، كلاس B اللي هي رشه من بره وما فيهاش اي مشكله في الدواخل، كلاس C ودي اللي انصحك تبعد عنها تماما، اللي هي رشه من بره بس فيها شغل في الدواخل. بمعنى ان العربيه دي كانت مخبوطه وتم اصلاحها وتم دهانها وبيتم الان اعاده بيعها. حضرتك مش مجبر انك تشتري عربيه زي دي الا في حاله واحده بس، ان حضرتك عارف ان فيها الخبطه دي وموافق عليها وبتشتريها بالسعر المناسب ليها. يعني لو قلنا ان كلاس A وليكن مثلا ب 300,000 وكلاس B ب 250,000، فكلاس C حضرتك بتشتريها لو فيها دواخل لا اعتقد انها تتعدى 150,000 ل 170,000، وتكون عارف ان انت لما تيجي تبيعها مش هتتباع معاك بالسهوله بتاعت كلاس A وكلاس B. يعني العربيات السليمه والعربيات المتوسطه او السليمه برضه عن الدهان الخارجي من وجهه نظري يعني المتواضعه لا يؤثر على العربيه في شيء الا عندنا في مصر بس. لكن لو وصلت الخبطه او الحادثه لان هي سمعت في دواخل العربيه، سمعت في صدر العربيه، سمعت في القايم بتاع العربيه، لا قدر الله العربيه مقلوبه ومتصلحه، هنا العربيه بتتعامل معامله مختلفه تماما عن النوعين الاولين اللي قلنا عليهم اللي هم A و B. مش هتلاقي عربيه مستعمله في السوق تخرج عن نطاق الثلاث عربيات اللي احنا التقسيمه اللي قسمناها دي، عربيه A، عربيه B، عربيه C. طيب حد يقول لي طب يا وليد انا بفهم في العربيات ويعني اقدر ابص على العربيه واكشف عليها وما عنديش مشكله، يعني خير وبركه مفيش مشكله. هل حضرتك بتكشف بعينك؟ هل حضرتك معاك الجهاز بتاع كشف الدهان اللي بيحدد هل الثيكنس بتاع الدهان مظبوط، زياده، واخده ورنيش، واخده معجون؟
هل حضرتك بتكشف ازاي؟ هل حضرتك قبل ما تشتري العربيه وتستلمها من العميل بترفع العربيه؟ لازم ترفع العربيه. ولو خدت معاك حد بيكون بيفهم، فألف ب كشف على العربيات، انه هيقول لك محتاجين نرفع العربيه دي. لو ما قالكش محتاجين نرفع العربيه دي، يبقى ما اعتقدش ان الكشف ده هيكون دقيق بما فيه الكفايه. خطوات الكشف على العربيه، خلينا خلاص انت بتعرف تكشف او جايب حد معاك بيعرف يكشف. اول خطوه الثالثه، ودي اللي انا برشحها لاي حد بيشتري عربيه مستعمله، حضرتك لازم توديها مركز فحص. مركز الفحص بيوفر عليك خطوات كتير جدا. مركز الفحص هيكشف على الدهان الخارجي، مركز الفحص هيراجع الدواخل بتاعت العربيه اذا كان فيها حادثه او ما فيهاش حادثه. بالتالي هيرفع العربيه ويبص عليها من تحت، يشوف اساسيات العربيه، يشوف الشاسيه، ويشوف حاله الموتور. هيحطها على جهاز كشف الاعطال. جهاز كشف الاعطال هيقول له اذا كانت العربيه الكمبيوتر بتاعها مسجل اخطاء، او مسجل اخطاء في الموتور او في الفتيس او في عربيات بتخزن الاودوميتر، اللي هو لو بما ان طبعا الغش للاسف منتشر الفتره دي في السوق، والعربيه بتبقى عامله 100,000 وتغيب ساعتين وترجع تلاقيها عامله 30,000 كيلو. فطبعا ده وضع مؤسف جدا للاسف يعني. وانصحك لو اكتشفت ان العربيه فعلا عدادها مش مظبوط، انصحك بالبعد عنها تماما، لان اللي عنده مبدا انه يلعب في عداد العربيه، فبالتالي اي حاجه تانية هيكلمك عن العربيه هتكون بالتاكيد غير سليمه. يعني بعمل صياناتي فده كذب، بعمل يعني اي عربيه تكتشف ان عدادها مش مظبوط، رجاء اصرف نظر عنه. مركز الفحص برضه هيبص لك على حاله الكاوتش، واللي هو يفترض ان ما يبقاش مشي اكتر من 3 سنين او 50,000 كيلو. ده يعني ده اللي يقول يعني ده العمر الافتراضي الكويس للكاوتش، واللي تقدر بناء عليه تكمل. لان طبعا كل الحاجات اللي احنا قلناها دي في النهايه هيكتبها لك في الريبورت. تقدر حضرتك تشوف في الريبورت هل العربيه محتاجه مصاريف كتير. العربيه، لان لو قلنا مثلا الكاوتش النهارده، فردة الكاوتش في الجنط 15 ماركه عاديه جدا بتتعدى ال 1400 جنيه وال 1500 جنيه. فانت كده لو قلنا عايز 4 فرد كاوتش، فاحنا بنتكلم في 6000 جنيه. ده كده بدايه الكلام خالص، لسه ما اتكلمناش على العفشه، ما اتكلمناش على الموتور، ما اتكلمناش على المساعدين، ما اتكلمناش على اي حاجه. فبالتالي مركز فحص مفيد ليك جدا في التقرير ده. التقرير ده بيطلع لو صاحب العربيه او المعرض اللي بتشتري منه بيقول لك عربيتي 100%، فالتقرير ده هياكد كلامه. هل العربيه 100% او العربيه 50% او 30% او بناء عليه بتكون بتحط السعر المناسب في المكان المناسب. الخطوه الثانيه، حضرتك محتاج تراجع ورق العربيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك بتشوف رخصة العربية باسم مين؟ باسم الشخص اللي بيبيع لك، ولا معاه توكيل، ولا معاه توكيل من توكيل، ولا معاه عقد من توكيل. تسلسل الملكية ده اللي بنسميه في السيارات المستعملة او في اي اصل من الاصول، سواء عقار او حاجة اسمها تسلسل الملكية. يعني الرخصة باسم احمد باع لمينا، فمينا معاه توكيل، مينا بيبيع لك دلوقتي، فالمفروض ان هو هيعمل لك توكيل او عقد مسجل. العقد المسجل طبعا في اثبات الملكيه هو اقوى من التوكيل. حضرتك تكون اشتريت العربيه خلاص، عربيتك 100%، ده مش معناه التوكيل اضعف، بس هو كسند قانوني اقل شويه من العقد المسجل. في النهايه التوكيل بحوالي 60 جنيه، قول 100 جنيه. العقد المسجل بيعتمد على موديل العربيه والسعه اللتريه، العربيه كام سي سي. لازم تراجع على ورقيات وتسلسل الملكيه بتاع العربيه. الخطوه اللي بعد كده، مطلوب من صاحب العربيه او اللي بيبيع لك العربيه ان هو يجيب لك شهاده مخالفات حديثه للرخصه، ان تثبت ان العربيه ما عليهاش مخالفات. لان بيحصل كتير ان العربيه تكون عليها مخالفات والسيستم ما عملش ابديت للمخالفات، ف يعني لو جبناها من على النت يطلع عليها 300 جنيه او 400 جنيه، وانت بتجيبها بقى دوكيمنت، بتجيبها يعني تدفع وبتجيبها ورقيه مستند، تلاقيها بقى 1000 جنيه مثلا او 1200 جنيه، لان ما كانش اتعمل ابديت للمخالفات. كده وصلنا ان انت كشفت، اتاكدت من تسلسل الملكيه، جبت المخالفات،
رحتوا الشهر العقاري تعمل توكيل او عقد مسجل. طبعا بيكون خد فلوسه، في ناس تدفع الفلوس الاول وبعدين تروح الشهر العقاري، في ناس تاخد الفلوس في الشهر العقاري، في ناس تروح البنك تحط الفلوس لصاحب العربيه وبيطلعوا الاثنين على الشهر العقاري. يعني دي بتظبطوها مع بعض. طبعا اي اسئله حضرتك عايز تسالهاني في كومنت، هحاول ارد على كل الكومنتات طبعا، ده واجبي. زي ما قلنا احنا يعني بنقول الكلام ده عشان الناس كلها تستفيد وعشان ما حدش يضحك عليه الفترة دي، لأن الفترة دي هنلاقي إن المستعمل هو اللي شغال. الاستيراد موقوف الفترة دي، وإن شاء الله ده مؤقتا، وأكيد الفترة دي هتعدي وهيتفتح الاستيراد تاني وهترجع العجلة تدور تاني وهيكون في زيرو تاني. أكيد مش نهاية الكون يعني، وأكيد إن ده وضع مؤقت، لكن الفترة دي المستعمل يمكن هو اللي شغال أكتر، فكان لازم نعمل الفيديو ده عشان الناس كلها تستفيد. فأرجوكم نعمل لايك وشير للفيديو ونشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وأوعدكم إن الفترة الجاية يكون في فيديوهات أكتر وأكتر بتفيد حضراتكم وبتزود فعلا قيمة مضافة للسوق المصري. حابب أشكركم على المتابعة وأشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.